اتعور ده اتعور. شوفوا ماله ده. مساء الخير لكم متابعين صباح اسكندريه، وسهلا بكم. معاكم بس مباشر الان من اسكندريه، واحنا كنا مشاهدين دلوقتي الاجواء اول ما اسكندريه الان. طبعا احنا دلوقتي في منطقه ميامي على البحر، والدنيا هنا غرقانه جامد جدا جدا، ونطلب استغاثه من الساده الناس اللي معاهم عربيات. اكتر عربيات على البحر دلوقتي متعطله زي ما انتم شايفين، هنا العربيات متعطله وهنا الدنيا بقت بايظه على الاخر. فنطلب استغاثه عاجله الى اي حد مسؤول، ان في ناس اتعورت على البحر زي ما انتم شايفين كده. ده اخ كان متعور من على البحر الان، وطبعا سبحان الله النهارده يعني اول مره تحصل في التاريخ البشريه ان احنا نلاحظ هذا الشتاء الغزير اللي حصل في اسكندريه، وفي عربات دلوقتي متعطله بتلاقي في الشتاء اللي كان موجود في اسكندريه. طبعا بس اي حد يكون العربيات الاسعاف تكون متعديه على البحر الان، عشان في اكتر الناس اتعورت، وفي ناس كانت بتطير، وفي ناس يعني سبحان الله اول مره تحصل في اسكندريه هذا الشتاء الرائع اللي حصل الان. طبعا عايزين اي حد من عربيات الاستغاثه، الشباب الحلوين اللي معاهم عربيات يشيلوا. في عربيات هنا متعطله، وفي عربيات هنا برضه متعطله على البحر. ده في التفاصيل اللي حصلت مع الناس بالعربيات وكده اهوت. والشتاء سبحان الله اول مره تحصل في تاريخ البشريه ان هذا الشتاء الرائع يحصل في اسكندريه. والحمد لله الحمد لله اللي حتى لو في حاجه في اصابات هتبقى في اصابات، بس احنا ما تطلعوش اي استغاثه من الاصابات اللي كانت موجوده. بس في واحد هنا بس عينيه وجعته، مش عارف حصل له حاجه، محدش عارف، محدش عايز يستقبله ولا حاجه. ده اتضرب في حاجه طارت في عينيه. وهنا برضه ركود المياه على البحر، عايزين بس عربيات الصف الساحل تلحق تستغيث بس بسرعه، عشان في العربيات بدات تتعطل وبدات حركات المرور والناس ان هو في اسكندريه. يعني يا ريت بس في عربيات استغاثه. شفت لنا الميه في منطقه ميامي، وفي عربيات برضه متعطله موجوده. فالحمد لله الحمد لله، حتى لو في اي اصابات خفيفه من الناس اللي كانت ماشيه في الشارع فربنا يستر عليهم لحد الان. فرجاء بس اي حد من الشباب المحترمين يقدر ينزل استغاثات على البحر الان، ويقدر يستقبل الناحيه الثانيه. لا الناحيه الثانيه مش هنعرف نعدي. المشكله ان انا مش عارف اعدي خالص جنب الدنيا. بص العربيات هنا وبدات تولع، العربيات بدات تتعطل زي ما انتم شايفين، والناحيه الثانيه برضه والعربيات العربيه هناك متعطله برضه الناحيه الثانيه. فالحمد لله الحمد لله يعني اذا كان في اصابات فاصابات خفيفه.